السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. رجع من الشغل لقي مراته قاعدة تبكي. مالك؟ جيت له أصل العصافير اللي على الشجرة اللي بتبص من عليا في أوضة النوم شايفاني وأنا في الشقة والكلام ده كله، وأنا بستحي أنا بستحي بخاف ربنا. هوب راح الراجل بس على دماغ مراته عشان دي واصلة انها تخاف من العصافير، تبص لها دي واصلة ده عدت الحدود. نزل راح جاب منشار قطع الشجرة وطير العصافير، والحمد لله مراتي ست مفيش منها اتنين. تاني يوم ولا تالت يوم ولا اسبوع رجع من الشغل لقيها نايمة في احضان واحد غريب. تمام. هوب هيموتها. استخسر قال لا ما ضيعش نفسي، ساب لها الدنيا ومشي ورجعها لأهلها، وده أحسن. يشيلوها براحتهم. وساب البلد وراح بلد تانية. ما إن حط رجله في البلد ولقي الناس بتصرخ في وسط المدينة: حرامي سرق الحاكم، حرامي سرق الحاكم. هوب يبص بعينه لقي واحد ماشي على طراطيف رجله. ماله ده؟ التقل للدرجة دي ماشي على طراطيف رجلك ليه يا عم؟ قاله عشان خايف يدوس على نملة، خايف يدوس على نملة وياخد فيها ذنب وربنا يحاسبه. قال هاتوا الراجل ده، اقسم بالله ان الراجل ده هو اللي سرق الخزنة بتاع المدينة، بتاع حاكم المدينة. ازاي؟ ده تقي، ده صالح، قال له هو الراجل ده هو اللي سرق، وعلى المتضرر انه يستحمل الذنب اللي جاله. هاتوه. راح للحاكم بسرعة، واحد اتنين تلاتة. الحاكم قال له ازاي؟ ده الراجل ده معروف كذا وكذا وكذا وكذا، تيجي انت تتهمه من اخر وانت ما تعرفوش؟ قال له انا بقول لك ولو انا غلطان اقطع رقبتي. جابوا الراجل قدام الراجل بسرعة، واحد اتنين تلاتة ضغطوا عليه. راح طلع فعلا الراجل هو اللي سرق الخزينة او سرق الحاكم، او هو طلع الحرامي. عرفت ازاي؟ قال له يا ما دقت على الراس طبول. كتر المبالغة في الحاجة، كتر انك تعمل وي وي وي. لا، مش كده. انت كده هتقع في بير الذنوب. انت كده مش تقي ولا تعرف ربنا، لكن انت كده بتداري حاجة وراك، بتداري حاجة وراك. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. مش هتبقى انت ومراتي، لا حرام. انا خلاص اتعلمت الدرس، اتعلمت درس.